الله يسعد اوقاتكم يا رب. تعالوا نعمل بيتزا، ميني بيتزا. رح بعطيكم المكونات، وخير ما نبدأ فيه الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي، عندي كاسة ونص مي فاترة، معلقة سكر، وبدنا معلقة ونص خميرة حبيبات. بنحركهم مع بعض وبنضيف عليهم 4 معالق زيت، ممكن زيت زيتون ممكن زيت عادي. وعندي 600 جرام طحين أو دقيق منخول. بنزلهم هلا على الجانة أو بالإيد. بنحط عليهم معلقة ملح صغيرة ومعلقة أوريجانو أو زعتر أخضر مجفف. بعد ما نخلطهم شوي بنضيف عليهم كاسة سميد ناعم. الكاسة عيارها 110 جرام. بعجنهم مثل ما انتم شايفين العجينة طلعت عندي. هلا بدهن، بجيب زبدية أو وعاء بدهنه الزيت، وبدي العجينة مثل ما انتم شايفين بدي احطها بالوعاء وغطيها لمدة 2 ساعة. هلا بعد 2 ساعة طالعتها بقطعها بقطعها 2 وبعملها رول، وبقطعها على 50 جرام كل قطعة، وبعملهم مثل ما انتم شايفين وبغطيهم لمدة نصف ساعة لحتى يختمروا. مثل ما انتم شايفين بكورهم وبعملهم بالصينية. هلأ بعد نصف ساعة بجيب عندي كاسة، أي كاسة أو أي وعاء أو أي شي عندكم، وبضغطهم مثل ما انتم شايفين بنفس الصينية. ما بقيمهم من الصينية، بكبسها عليهم هيك مشان تطلع معي بهذا الشكل. ممكن كاسة، ممكن أي وعاء عندكم بضغطهم مشان يعطيني هذا الشكل. ممكن تدهنوا سفلة زيت. هلأ لازم أنا استعمل الشوكة مثل ما انتم شايفين لحتى العجينة ما تنفخ معي. هلأ عندي الصوص تبع البيتزا أنا عامله على إيدي، بعدين بنزلكم الفيديو تبعه. أنا هلأ سرعت الصورة مشان ما أطول عليكم. المكونات: عندي الفطر، عندي بابريكا، وعندي الزيتون مقطع، وعندي الجبنة، وعندي الطن. ممكن تحطوا الطن كمان معه، كمان بيجي طيب كتير. أنا عامل وجبة تانية بالطن، وهذا الشكل طلع معنا مثل ما انتم شايفين. هلا بدي ادخلهم على الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة 25 على حسب نوعية النار اللي عندكم انتم. هذا طلع الشكل معي، وهذه هي الصينية الثانية. هي انا حاطط عليها طن. الله يكرمكم ويسعدكم ان شاء الله. مثل ما انتم شايفين هذا هي شكلهم، طلعوا كتير كتير طيبين. بتمنى تجربوها وتدعوا لي بالخير. وهلا بقولكم الله يسعدكم ويسعد اوقاتكم ان شاء الله. بتمنى لكم كل الخير وتكونوا على خير. ولا تنسوا من الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس والإعجاب.